احنا في مجموعة شركات ايرباص للسياحة والنقل ما بنقدمش بس خدمات، بنقدم التجربة الروحانية الإيمانية المتكاملة بفريق عمل متفاني جدا ومميز جدا. كل ده لخدمة ضيوف الرحمن وتلبية كافة احتياجاتهم لمراحل مقسمة جدا، ما قبل السفر حتى لذويك ولأسرتك، حتى لذوي الاحتياجات الخاصة، حتى إن احنا نقدر نوصل لحد بيتك لو في صعوبة إنك تصل إلينا. بنقدم ده من خلال منادبنا بيقدروا يوصلوا ليك لحد البيت وياخدوا كل الأوراق المطلوبة للحجز ويقدموا ليك كل الإيصالات وكل العقود اللي تخص الرحلة كاملة، وكمان بيسلموك التأشيرة لحد باب بيتك ويسلموك كل الهدايا والحقيبة والإحرام اللي بتتحرك بيه. كمان بنقدر نقدم لحضرتك من أسطول النقل المتكامل بكافة أنواعه لمجموعة شركات إيرباص الانتقال حتى المطار، ومن المطار لحد الفندق في خدمات لوجستية من النقل متكاملة جدا، وأفضل حجز للفنادق وأفضل حجز في خطوط الطيران المتعددة، لأننا العميل المفضل BSS لمصر للطيران. مش بس كده، بفريق عمل متكامل بيتحرك معاك بالإشراف الديني والإداري من مصر للسعودية. كمان فريق متكامل بوجود فرع كامل لينا إداريا وخدميا وفنيا داخل المملكة العربية السعودية، يلبي لك كافة احتياجاتك خلال الرحلة الإيمانية اللي ترجع من خلالها بأفضل تقييمات لخدمة العملاء. بيوصل لحضرتك في نهاية الرحلة أبليكيشن كامل تقدر من خلاله تقيم الرحلة. تقييم الرحلة ده هو أفضل حاجة بنسعى ليها عشان نفضل نحسن من جودة الخدمات اللي بنقدر نقدمها لحضراتكم. من أفضل ما تقدمه مجموعة شركات إيرباص للسياحة والنقل إنها بتبدأ الرحلات بتاعتها على المدينة المنورة، تيسيرا للمعتمرين إن هم يقدروا يكون في فترة كاملة بصحبة فضيلة الإمام والخطيب والدكتور. بخلال الفترة دي بيقدروا ياخدوا الدروس المتكاملة والشعائر الدينية الكاملة داخل المدينة المنورة، وبعدها بأفضل وسائل الانتقال للمدينة المنورة لأداء مناسك العمرة. احنا عندنا هنا الشركة في بعض الأحباب بيذهب إلى المدينة أولا، والذهاب إلى المدينة أولا ده لابد إن احنا ناخد حاجة مهمة جدا، وهي إن الإحرام إذا ذهبت إلى المدينة لا يكون إلا بعد ذهابك للمدينة. يعني ما تطلعش من البيت لابس الإحرام أو ستحرم من المطار، لا، ده أنت هتعمل إيه؟ هتيجي معانا بلبسك العادة خالص في المدينة. نبدأ الأول نؤدي المناسك الموجودة في المدينة. إيه المناسك اللي موجودة؟ إن إحنا نصلي في المسجد النبوي، إن إحنا هندخل الروضة الشريفة، إن إحنا هنزور سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا أيضا سنزور شهداء أحد، سنزور أيضا البقيع. نؤدي كل الأمور الموجودة في المدينة المنورة، ثم بعد ذلك نبدأ بقى في أعمال الحج، نلبس ملابس الإحرام ونركب الباصات ونذهب إلى أبيار علي، ومن هناك سنلبي إن شاء الله تعالى. فمنهم من يريد التمتع يقول لبيك اللهم عمرة بتمتع، أو من كان مقرنا لبيك اللهم حجة بعمرة، أو من قال بالإفراد لبيك اللهم حجة. وإلى هذه الأحكام التي سنفصلها إن شاء الله تعالى قبل ذهابك للحج وفي أثناء الحج إن شاء الله تعالى، ومعكم في كل لحظة. وأي سؤال نحن موجودون نرد على كل سؤال إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني وهو عندنا أيضا بعض الفضائل اللي احنا موجودة عندنا في المدينة المنورة. إيه الفضائل الموجودة؟ وهي الدخول الروضة. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. يعني جنة ربنا في الأرض هي الروضة الشريفة، إنك تقعد وتصلي ركعتين وتقعد جنب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الله عز وجل. أيضا من الفضائل الموجودة عندنا مسجد قباء. لما تخش مسجد قباء تصلي ركعتين لله عز وجل يعطيك الله ثواب عمرة إن شاء الله تعالى. معكم في كل المراحل قبل الحج وأثناء الحج وبعد الحج. وما زلنا نقول إذا أردت البساطة والسعادة والسهولة تجدها إن شاء الله معنا في مجموعة شركات إرباص للسياحة والنقل
طريقك للعبادة بخطوات من الرفاهية والسعادة.